كأول برنامج يخوض غمار هذه التجربة عونك متواجد في أحد الأنفاق اللي أمر ببنائها أمير داعش في المنطقة، واللي يبعد عن الموصل بضع كيلومترات فقط. الغريب في الأمر أن اللي بنى هذا النفق هم سجناء داعش بأمر من داعش. وحقيقة كي تتمكن من العيش في هذا المكان لازم تتغلب على أمرين: أولهم النفس، تتحكم في كمية النفس لأن الأكسجين تقريبا شبه معدوم، وثانيا تتغلب على حالة الخوف لأن الهلع أيضا متواجد في هالمكان. الممرات طويلة، النفق طويل كيلومترات، وحقيقة لو ما بوياك واحد راح تضيع أكيد. المكان خطير جدا، خطير للغاية. كمية من الألغام موجودة هنا، الحيوانات سامة، مخلفات داعش. حتى وانت تمشي لازم تحط ريلك في مكان انت مأمن عليه، تنزل راسك لأن السقف نازل، وكمية من أيضا الأسلاك والحديد طالعة منه. استخداماته كثيرة. بنوا ليش؟ بنوا على أساس يتخبون من الطيران وضرباته ويتنقلون من مكان لآخر، يطلعون من هني للمدينة ومن المدينة لهني. هذه واحدة بس من ممارسات داعش، وما خفية كان أعظم. المكان رغم قسوته بعد 15-20 سنة راح يتحول إلى متحف. سبحان الله، اللي معبي راسه بالظلام ما يمكن يعيش إلا في الظلام.